سألت الحظ رايح فين؟ قال رايح للمعفنين. قلت له طب والحلوين؟ قال كفاية عليهم حلاوتهم. نقوم بالليل جعانين ليه؟ ما هو لو ما كانش الجوع في الليل عادة ما كانوش حطوا لمبة في التلاجة. والله بجد الست بكلمة حلوة من جوزها تنسى الزعل كله، لكن الزوج بكلمة حلوة من اي واحدة ست بره ينسى اساسا انه متجوز اساسا. منكم لله يا رجالة، بس بنحبكم نعمل ايه؟ ما نستغناش عنكم يا حبايب قلبنا. قلب القدرة على فمها هيقع الفول منها عادي جدا. يعني ايه القضية؟ انا مش فاهمة في ايه مشكلتكم مع القدرة وفمها؟ اقلب القدرة على فمها هيقع الفول منها عادي قوي قوي قوي. اوعى حد يتعلق بحد، لا الناس شجر ولا انتوا قرود عشان تتعلقوا فيهم، والناس عود مكسور. يعني اوعى تتعلق بحد ولا تعلق قلبك بجنس بني ادم ما يستاهلش. زي ما فيه شامبو ضد القشرة فيه ناس ضد العشرة، حاجة تفلق. الريحة والسنس، ريحة جوزك والسنس، ريحته شربات لا، ريحته عرق لا. بص يا لطيف يا لطيف، اخ يانا لما المعفن يجي عليه يوم ويبقى نظيف. يا ربي يا ربي. خدي هنا بقولك ايه، ما يبقاش يا حبيبتي تاريخك كله فضايح وجايه تديني نصايح. هلا هلا يا عبد الله، فوقي يا حبيبتي فوقي. قاعدة كده مع نفسي بفكر، يا ترى بكرة ازازة الزيت هتبقى بكام؟ واللحمة هتبقى بكام؟ طب والبامبرز هيبقى بكام؟ وفجأة وإذا لا بيا ولا عليا جالي هاتف في دماغي يقول لي ايه يا اختي، وانت تشيلي هم بكرة ليه؟ مش يمكن ربنا ياخدك وتريحي وترتاحي؟ واقفة على السطوح بنشر الغسيل وإذا بي أواجه هذا المشهد الغريب الجميل فظيع. بصوا الراجل فرحان براس السنة لدرجة إنه بيرقص من الفرحة. يخرب ولا الراجل ده بيفرقع بومب بطريقة غريبة عجبتني جدا. الله اوعى اختي، رجالة غريبة قوي والله، ما تعرفش ده راجل ولا ايه. الله يرحم الرجالة. الواحد وهو بيتعامل مع خلق الله الرخمين في الشغل بيقول في نفسه الدنيا مليانة ناس حلوة، بس الحظ بيحدف علينا ناس بهايم. ربنا يعيننا عليكم، ربنا يعيننا. الريحة والسنس، ريحة جوزك والسنس، ريحته شربات لا، ريحته عرق لا. بص بقى تعرفي ريحة جوزك ازاي وهو داخل. عايزاكي تركزي في ريحة جوزك وهو داخل. بصوا بقى، عارفة السنس اللي بيخليكي كده تشمي ريحة جوزك أول ما تدخلي من باب الشقة، نفس السنس اللي بيخليكي تشكي في جوزك وهو ماسك التليفون ومبتسم زي الأطفال وانتي ظلماه ومفكراه بيخونك مع واحدة تانية، السنس اللي بيخليكي تلقطي الشعراية من على قميص جوزك في حين انك ما بتاخديش بالك من العمود وانتي بتركني. طب ما تصدقش حد يقولك اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. انا لسه جاي من بعدين على طول دلوقتي بميكروباص، محدش مرتاح هناك ولا اي حاجة. في حد كده عايزة اقوله طالما البرص ما شافش الشبشب هيفضل فاكر نفسه تمساح. تكير يا برص، الشبشب قرب لك قوي يا تمساح. سألوني نهاية السنة عملتي فيها ايه؟ قلت لهم رميت قوي العشم وقلت بالتوفيق. ساعتها صبر وامل طرحت يا دوب خوازيق.